انا مش عايز الذكاء الاصطناعي يعمل حاجه تاني، كفايه اللي هو بيعمله ده. اوكي. لان هو كل التطور بتاعه يعني مثلا مش عايز حد يعمل لك شاي، مش عايز حد يعمل لك ما انا بقول لك قهوه، بقى، تبعت ما حد يجيب لك اي حاجه. تطور، اي تطور في الذكاء الاصطناعي هيبقى بالتبعيه معاه هبوط ايوه ايوه او ايوه. رجوع ح- مع الانسان. هينقص حاجه من الحاجات اللي بيعملها الانسان. زمان كنا بنقوم، فاكر لو فاكر زمان قوي يعني، كنا بنقوم نقلب التلفزيون من طبعا. التلفزيون دي. بزراير او بالبكره. ايوه طبعا. فكان بيهدعوا انك تقوم وتروح جاي الريموت، عمرك ما هتقوم، صح. هتفضل قاعد. مم. وهكذا كل الحاجات بقى. مم. يعني كنت تنزل برضو زمان تجيب الحاجات من تحت من الشارع تطلع تاني، دلوقتي اي حاجه تطلب من عليها وتفضل قاعد مش تنزل. مم. فكل التطور هيخليك رايح الناحيه دي، انك هتفضل قاعد مش هتروح في حته، مش هتعمل حاجه، هو يعمل لك كل حاجه. انا نفسي برضو حاجه هو تاخدني. يفكر لك وهو يجيب لك وهو يعمل لك لا وهو انا عايزها في حاجات صغيره، زي مثلا ان انا مثلا عايزها مثلا اللي هو عايز اعمل بيبي وانا نايم بالليل مثلا، اللي هو 5 الفجر في عز الشتاء، عايز تعمل فسقعه جدا. فايه مش فاهم. يكون مثلا الذكاء الاصطناعي يوصل ان هو يخترع حاجه يخليني اعمل بيبي من غير ما اقوم مثلا. على نفسك. مش هيبقى على نفسي بقى، هيبقى في الذكاء الاصطناعي. تعملها في الذكاء الاصطناعي، تنشنه على لا يعني اللي هو تغرقه. لا اللي هو يتصرف بقى، وانا كمان انا كده هتصرف. انا قصدي هو يعني يكون في حاجه من غير ما اشيل البطانيه زرار مثلا. البس بامبس بقى. بامبز.